السلام عليكم. لكانت هذه اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو. ذكرت مصادر خاصه ان والد الزوجة البرلماني عبد اللطيف مرداس والذي تم اغتياله رميا بالرصاص امام فيلته بحي كاليفورنيا بالبيضاء كانت قد نقلت مساء امس الجمعه الى مصحه خاصه بعد تعرضها لانهيار عصبي حاد. وأضافت المصادر ذاتها أن والدة الزوجة وفور تلقيها خبر استدعاء ابنتها قصد الاستماع إليها من طرف رجال عبد الحق الخيام حتى خارت قواها لتسقط مغشيا عليها قبل أن تنقل للمستشفى. وكانت قناتنا قد انفردت مساء أمس بنشر خبر اعتراف قاتل مرداس المتهم الرئيسي والذي تبين أنه هشام مشتري مستشار جماعي والنائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة والذي كانت تجمعه بالهالك وعائلته علاقات كبيرة وكانت له جلسة مع مرداس أيام قليلة قبل اغتياله.